السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. شفتوا الجمال ده قبل كده؟ شفتوه؟ مش عايزة اقول لكم بقى جميل بطريقة ما تتخيلوهاش. بصوا، انا كان عندي اناناس، كان جاي لي من البلد، يعني كان خالي جابوا لي كده من البلد كمية كبيرة. طبعا ايه، مش هناكل كل يوم، فابتدوا ايه دول كده يعملوا كده. يعني انا لا، مش عايزة اقطعهم بقى، وعندي العيال، فقلت والله ايه اللي اعمل لهم فكرة كده، اشوف هتجيب ايه نتيجة معاها، صداها ايه معاهم يعني. كنت انا شفتها بصراحه على التيك توك، يعني انا شفتها على التيك توك، بس مش بالطريقه دي، يعني كانوا عاملينها على شماميه كبيره فانا دول كانوا عندي اناناستين كده، شكلهم مش عاجبني يعني. قلت خلاص هعملهم، احفادي كانوا موجودين وعايزين ياكلوا حاجه مسكره، قلت والله اعملها لهم. ففضيت كده الاناناسه كويس اهو، بصوا. ما فضيتهاش يعني، مش يعني ما فضيتهاش قوي عشان انا هحط لها لون واحد مش لونين، فايه الجيلي لون واحد يعني. ففضيتها كده اهو من البذر بقى، وحاولت ايه ما جرتش منها اللحمه قوي، يعني بحيث ان هم يجوا ياكلوها كده على بعضها. بصوا كده اهو، انا بوريكم ايه العمق بتاعها. هسويها بس كده من فوق، تسويه بسيطه جدا اهو. خلاص خلاص. طبعا الجيلي هنجيب باكو جيلي اهو، بصوا كده، ده الغطا بتاعها كده عشان لما ادخلها ما تاخدش يعني اي ريحه من التلاجة. كوبايه ميه سخنه، معروف الجيلي ما يدوبش غير في ميه سخنه. هننزل بيه باكو الجيلي وندوبه بقى. وكمان نص معلقه او نص، المفروض الجيلي بيتدوب في كوبايتين، انا ما حطيتش كوبايتين، انا حطيت كمان نص كوبايه بارده. خلاص كده خلاص. ونص كوبايه كمان بارده، والله ما حطيتهاش كلها، كمان سبت منها شويه عشان انا عايزاه تخين، مش عايزاه خفيف، مش عايزه الجيلي خفيف. وهنروح نازله بيها على طول في الاناناسيه، وخلاص على كده، وندخلها في التلاجة بقى، انتوا عارفين لغايه ما الجيلي يجمد. سبت بس الجيلي برد، انا مش هحطه سخن في الاناناس اهو. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. مليتها على الاخر اهو. شايفه الشويه اللي فاتوا دول حطيتهم لهم في كوبايه وحطيته عادي، واروح مدخلها في التلاجة وسبتها على كده. حلو. تعالوا بقى بعد ما جمدت، يا نهار ابيض على الجمال، والله العظيم تحفه. لدرجه ان بناتي وولادي الكبار قالوا اعملي لنا منها تاني اهو. بصوا بصوا، تحفه. كانت الاساسيه اصلا مش مسكره، يعني هي اساسا ما كانت، سبحان الله، ما كانتش مسكره، كان طعمها مش مسكر. ما حطيت لها جيلي، كلوها كده على بعضها، والله كانت تحفه. جربيها والله ما هتندمي. ولو عندك اطفال يحبوها، والله حتى الكبار حبوها. بس انا هنا جيت اتغبيت، جيت اقطعها بالطريقه دي. بصوا وقعت مني، بس هما ما رحموش حاجه يعني. فالمفروض اما اجي اقطعها بالطريقه دي اروح ماسكاها في ايديا اهو. بصوا غير الطريقه التانية، بصوا لازم امسكها كده، انه في الاول والاخر ده جيلي اه. بس كانت تحفه والله، بقول لك حتى الكبار كانوا بيتخانقوا مع الصغيرين عشان ياكلوا منها. بصوا جميله جدا، جربيها مش هتندمي. لو انت عندك اناناسيه طريه مثلا كده، حاسه ان هي طعمها مش هيبقى حلو، مش مسكر، اعمليها كده. اوعي تنسي تعملي لايك، لو انت مش مشتركه في القناه اشتركي. بحبكم في الله، تركتكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.